عقوبة جواز سفر بدل فاقد، غرامة فقدان جواز السفر. أهلا وسهلا بيكم في القناة. يا ريت الأول مرة يشوف القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. اللائحة التنفيذية التابعة لنظام وثائق السفر والتي تصدر من وزارة الداخلية نصت على فرض غرامة مالية لا تقل عن 5000 ريال، أو يتم المنع من السفر لفترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات أو كلاهما لمن يفقد جواز السفر. بالإضافة إلى أن من يقوم بالتبليغ للسلطات أنه تم فقدان جواز السفر الخاص به بعد 24 ساعة من الوقت الفعلي لفقدان الجواز، فستقوم الدولة بتغريمه بمبلغ قيمته تبدأ من 1000 وحتى 3000 ريال. وبالنسبة للحالات التي تنفذ فيها الغرامة الخاصة بجواز السفر، جاء في المادة رقم 10 في النظام المتعلق بوثائق السفر أنه يتم فرض غرامة على الأشخاص الذين يرتكبون المخالفات التالية: القيام بتعديلات على جواز السفر بإضافة أو حذف أو تعديل في البيانات المذكورة في الجواز من قبل جهة غير متخصصة، أن يتم الإتلاف بشكل متعمد أو إجراء تحريف على الصورة الشخصية الخاصة بجواز السفر، الإهمال الذي يؤدي إلى فقدان جواز السفر، أن يسمح لأشخاص آخرين باستخدام جواز السفر بشكل متعمد وبطريقة غير شرعية، أو من يقوم برهن أو بيع الجواز والتصرف فيه، استخدام جواز سفر تخص أشخاص آخرين وأن يساعد في ذلك، الدخول إلى السعودية أو مغادرتها عبر منافذ غير مخصصة بدون عذر مناسب، الدخول إلى السعودية أو مغادرتها دون استخدام جواز السفر وأيضا دون عذر. كل المعلومات دي مهمة جدا لفقدان جواز السفر. وإلى اللقاء في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.